شيخ البلد قرية الحرانية رجل عمله كله يبقى في وسط المواطنين، حافظ على امنهم، بيسمع مشاكلهم، وبالطريقه العرفيه بيحل اي مشكله، لانه راجل قادر على حل المشاكل، راجل محترم له سمعه جيده. مر بتجربه زي ما كل مصر مرت السنه اللي فاتت، النهارده بسهر وشغل عشان يقعد في لجنه الحرانيه للتنسيق. هنا السؤال، ايه الفرق ما بين الاستفتاء المره اللي فاتت والاستفتاء الدور ده يا شيخ؟ لا، ده الاستفتاء الدور ده يفرق كتير، لان كل البلد جايمه وكل الشعب جايم بمحبه ونعم وللسيسي وللدستور، لان الدستور موضح كل امور الشعب، للضعفاء وللفقراء والمساكين والصيادين والفلاحين، وكل حاجه موضحها الدستور، والمثقفين، كل واحد ظهر حقه في الدستور السنه دي. ان شاء الله. هل ان شاء الله في ترشيح الرئاسه نعم المواطن العادي ميال اكتر للفريق السيسي ولا الحاج؟ كل الشعب بيقول السيسي 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 السيسي، نشكر جدا مليون الف السيسي السيسي، نفضل نقول السيسي لما ليوم القيامه. شكرا جدا.